السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء السعادة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض التورتاية الحلوة دي. زي ما احنا شايفين كده تورتاية ما شاء الله تنفع لأي مناسبة، لخطوبة، أي مناسبة يعني، لعيد زواج، لأي حاجة سعيدة إن شاء الله تنفع معاكي. هنعملها كده بتكنيك بسيط وسهل جدا. لو مش بتعرفي تجلسي تورتاية ولا بتعرفي يعني تقفليها كويس أو كده، هقولك تعملي ايه وهتطلع معاكي حلوة وزي دي وأحلى كمان إن شاء الله. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو واشتراك لقناتي، وتتفاعلوا مع الفيديو، لأني أنا بتعب عليه في التصوير والله والكلام ده كله. ما بلاقيش أي تفاعل على القناة خالص، وده اللي بيخليني إن أنا ما بنزلش فيديوهات على القناة خالص من قلة التفاعل. يعني لما انزل فيديو، الفيديو يقعد يوم كامل ملاقيش عليه ولا لايك واحد، ولا لايك ليه كده يعني، ولا مشاهدات. يعني مشاهدات يبقى 20 مشاهدة، 30 مشاهدة. ليه يا جماعة كده؟ مش عارفة والله بجد، أنا مش عارفة. يعني هو ده سبب إحباطي، إن أنا ما بعرفش أنزل لكم فيديوهات. ببقى محبطة جدا إن أنا أصور وأنزل فيديوهات. فياريت تتفاعلوا معايا، عشان إن شاء الله ده كمان بيكون حافز ليا وبتشجعوني إن أنا أصور فيديوهات وأنزل لكم باستمرار إن شاء الله. احنا عملنا هنا الكيك ده مقاس 18. خبزته بدقيق الاسبونج 400 جرام، مقاس 18، 400 جرام دقيق اسبونج جولدن باك. انا بستخدم جولدن باك. حطيت عليهم 4 بيضات كبار، حجم البيض كبير، وحوالي نص كوباية مية ساقعة متلجة، ومعلقة خل وفانيليا بس، ومعلقة صغيرة محسن جل. ضربت كل ده طلع معايا ما شاء الله 5 طبقات على المنشار على رقم 8 زي ما احنا شايفين كده. قطعت الكيك وبدأت احشيه زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو. بسقيه الاول بسيرب خفيف او بميه بسكر او باي حاجه عندك بتسقي بيها، وببدأ احشي الطبقات. انا بستخدم كريمه الحشو والتقفيل ريتش. هي دي الكريمه اللي انا دايما بستخدمها. بحط عليها لبن بودر وكريم باستري. والحشو هنا حطيت مربى حليب، وحطيت صوص فراولة وشوكولات شيبس. ده الحشو. وحشيتها بنفس الطريقة اللي انتوا شفتوها كده في الفيديو. والبورد هنا معايا مقاس 30. البورد اللي انا شغاله عليه مقاس 30، والتورتايه مقاس 18. شايفين ما شاء الله ارتفاعها عالي وحلو جدا. زي ما انا قلت لكم دي لخطوبه، تنفع لخطوبه، لكتب كتاب، لعيد جواز، لحاجات اللي زي كده حلوه جدا جدا. المهم هنا قفلتها ودخلتها الفريزر. قعدت حوالي ساعتين تقريبا، وبعد كده ضربت لها نص كوبايه كريم شانتيه. وحطيت عليه على الكريمة حطيت نقطة بني ونقطة أصفر. ادتني اللون اللي هو الإيفوري. الإيفوري اللي هو الأوفايت كده، ده اللي هو مش أبيض طبعا، اللي هو مدي على سكري كده، حاجة خفيفة. وبدأت أجلسها. بصوا جبت الاسكلابر ده، أنا بوريكم عملت إيه هنا. جلستها عادي خالص، حطيت عليها الكريمه، وجبت الاسكلابر اللي انتوا شفتوه في ايدي الاولاني ده، وبدات اعمل بيها خطوط خطوط بالطول كده. يعني لا جلست بقى ولا نعمت فيها ولا قعدت انعم ولا. بصوا يعني دي هتبقى سهله معاكي لو انت ما بتعرفيش تجلسي تورتايه. يا دوبك بتحطي عليها الكريمه بس، وتلفي الاسكراب لفتين كده، الاسباتولا اللي كانت في ايدي، وتبداي تعملي خطوط بالطول. وبعد كده بدات ارص الكريسبي ده بالمنظر ده. وده شغل عجينة السكر اللي انا عملته عليها. عملت القلبين بعجينة السكر، وحطيت عليهم زي ما انتم شايفين كده من نفس عجينة السكر. عملت زي حبال كده ولفيتها عليها، وحطيت فيها الخلة، وكتبت الحرفين الاسامي وحطيتهم عليها، وخرمت كل قلب كده بعصاية شليمو او باي حاجة عندك من الجنب. وبدأت ادخل عجينة السكر، عملته زي حبل كده ربطته فيها كأنهم قلبين، هما فعلا قلبين مربوطين كده في بعض اهو. وحطيت معاهم قلب تاني مكتوب عليه I love you. بس يعني هي الفكرة بتاعتها كانت فكرتي، انا فكرت فيها. آه يعني انا ما شفتهاش عند اي حد قبل كده. انا دي الفكرة يعني بتاعتها، فكرت ان انا اعمل الشكل ده. والحمد لله يعني طلعت ما شاء الله حلوة قوي قوي. بس هبدأ بقى احط القلبين كده، والخيط ده اهو اللي هو الحبل اللي طالع منه بدأت اقصه، وحطيت عليه قلب تاني مكتوب عليه I love you. وطبعا حطيت شوية كريسبي كده من فوق، اللي هو الصغير اللي هو باللون اللؤلؤي، وحطيت كريسبي صغير. والافضل كمان هنا بظبط الخيط اللي انا عاملاه، والافضل كمان ان انت تحطي ورا القلب ده
عصايه، انا حطيت فيها عصايه شيش طاووق كده جواها او خله اسنان، الخله الصغيره في القلب، علشان اظبطها في قلب في قلب التورتايه يعني تثبت فيها. الافضل كمان ان انت تحطي وراها خله. وهنا بدات احط ورق ذهب، ده ورق الذهب، بدات ارصه كده على الجزء ده بس، نطقتها وادتها شكل حلو قوي. طبعا القلبين كانوا مرتفعين، لما حطيتهم ناموا شويه، فعشان كده المفروض تحطي وراهم عصايه شيش طاووق، او تحطي وراهم اي حاجه تثبتهم عشان القلبين يفضلوا ثابتين. او الخله اللي انت حطاها فيها بلاش خله صغيره، خليها عصايه شيش طاووق احسن، عشان تخش جوه الكريمه تكون ثابته معاكي بس. وده كان الشكل بتاعها، حلوة قوي ورقيقة جدا جدا وما شاء الله. عجبت العروسة بتاعتنا دي، كنت عاملاها لعروستنا حبيبتي، عروسة ابن اختي، والحمد لله عجبتها ما شاء الله، وشكرت فيها وفي شكلها وفي طعمها وفي كل حاجة. شايفين ما شاء الله شكلها جميل ازاي، حلوة قوي قوي. ان شاء الله تكون عجبتكم وتقدري تنفذيها زي ما انا قلتلك بكل سهوله، من غير ما تجلسي بقى وتتعبي نفسك. وموضوع القلبين ده سهل جدا، انا مصورتوش معاكم لان هما قلبين عاديين خالص، بتعمليهم باي قطاعه عندك، وتحطي عليهم الحروف دهنتها بالدست الذهبي بس، وحطيت عليها شويه ورق ذهب كده، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله زي القمر وحلو قوي قوي. اتمنى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تصلوا طبعا على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل اي شيء، وتعملوا لايك واشتراك لو انتم مش مشتركين، وتتفاعلوا معايا على القناة. بحبكم جدا جدا. طبعا هنا بعد ما حطيتها في العلبة شايفين ما شاء الله حلو قوي، حطيت عليها بقى الثلاث كريسبيات اللي فوق دول، ده في الاخر خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.